معايا. امسكي بس معايا. امسكي. الباب يا استاذ. مساء الخير. مساء النور. من فضلك عايزه اعمل شعر. طيب اتفضلي استريحي، هخلص العروسه وهفضلك على طول. هستناكي. اتفضلي. ايوه. قدامك قد ايه؟ انا قدامي ساعه عشان في عروسه. عروسه؟ فاكره يوم فرحنا يا حبيبتي؟ لما اخلص هرن لك. قولي لي بقى يا عروسه، بتحبيه؟ يا خرابي. يا بخته بيكي، ان شاء الله كده ربنا يسعدك. انا اعرفه من ايام ما كنا في المعهد، هو زميل اخويا، هو اكبر مني بس بيبقى معايا زي العيل الصغير. ده انا في مره عضيته واحنا خارجين مع بعض علشان بصبص لواحده غيري. يخيبك، بس اقولك على حاجه كده احسن عشان يمشي على العجين ما يلخبطوش. هو شكله كده بيحب العض، كل شويه يعاكس وانا هريه لما ورمت له دراعاته. ربنا يهنيكوا يا رب. احسن حاجه في الدنيا ان الواحده تتحب بجد. انا لحد دلوقتي مش ناسيه يوم ما اهلي عرفوا ان احنا بنحب بعض. امي حبستني في الاوضه وقالت لي مش هتخرجي ولا هتشوفي الشارع. ولا اخويا بقى رغم انه كان عارف بس قعد بقى. جرستينا جرستينا، الله يخرب بيتك. يا ماما لمستيني. انا لسه هستنى ما يلمسك. حد هيصدقك ولا يبص في وشك؟ لو كان بشر كان جبلني. يابا ده بيحبني وانا بحبه. اخرسي، بتقوليها قدامي. بالراحه على البت هتموت في ايه؟ اخرسي انت كمان. ربيك معاها ما انت السبب. انا اسفه ما كانش قصدي. ثانيه همسحها لك. انا اسفه. هي بقى كنا بنقول ايه؟ كنت بقولك ان اشرف اكيد عامل لي مفاجاه. هو قال لي ان احنا هنروح اسكندريه وجمصة، بس هو بقى عارف ان انا بحب مرسى مطروح وهموت اروحها. الندل مخبي عليا بس انا عارفه انه هيوديني. اصل يعني هو برضو حنين ومن الوقت للتاني بيحب يعمل لي مفاجاه. يعني يما يلا بقى بسرعه، زمانه مستني بره. مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي عايزه اصبغ شعري واعمل سشوار وعايزه اعمل ماسك الوش. طيب اتفضلي استريحي، انا قدامي بس العروسه والمدام، هخلص واعمل لحضرتك على طول. معلش بقى اصل انا لوحدي في المحل النهارده. مفيش مشكله، انا هستنى. اتفضلي. مبروك يا عروسه. شكرا. وبعدين بقى يا ست العرايس، كنت بقولك بقى ان اخويا اتاري عينه على ميكروباص من بتوع اشرف، مرضيش على الجوازه غير لما اشرف كتب له واحد منهم. شفتي بقى الجبان؟ هو يعني برضو بيحبني بس كان عايز برضو ياكل عيش من ورايا. يا اختي ربنا يخليكوا لبعض، ما هو مال جوزك هو مال اخوكي، وباذن الله كده هيكون مال عيالك. انتي ما تعرفيش بقى، ده احنا متفقين على اسماء العيال من دلوقتي، هاني وشريف وسما. سما ده بقى انا اللي مختاراه. هو كان عايز يسمي على اسم امه بس انا قلت وحياة امه. لا ما سكتلوش ورضي برضو في الاخر.
لو سمحتي نعم. في حمام هنا؟ لا معلش، اصل الحمام بيتعمل فيه شويه تصليحات. مش مشكله. في ايه يا حبيبتي؟ اهدي اهدي. ايه ده؟ طب اهدي اهدي. مالك في ايه؟ ايه اللي في عينك ده؟ طيب اهدي اهدي. ايوه ايوه حبيبه قلبي، جاتلك الرساله. انا قعدت على القهوه خللت من بدري. قدامي ربع ساعه واخلص. عايزينها تداري عينيكي بالقصه، ها؟ انا مستنيكي بره يا حبيبتي، وهجيب لك ورد. مع السلامه. هو هي عروسه، كنا بنقول ايه؟ انا مش عايزه اتجوز. ليه؟ ليه؟ هو في حد لاقي عرسان اليومين دول؟ اشرف بيضربني، بيضربني كتير، وانا بخاف اتكلم عشان بيهددني. اول مره خرجنا فيها مع بعض ضربني عشان مسكت ايده. ما لو كنت عملت حاجه تانية كان عمل فيا ايه؟ قال لي انا ما احبش الحاجات دي قبل الجواز. كنتش عارفه اعمل ايه، بس قلت معلش، يمكن يكون خايف عليا من نفسه. وضربني تاني وانا في بيت ابويا. امي خرجت وسابتنا، قلت له ما تخرجني، قال انا مخنوق والدنيا زحمه. ضربني بالقلم على وشي، وقال لي قلتلك مخنوق. امي شافتنا ما دفعتش عني، قالت لي ويعني ما ابوكي كمان بيضربني، هو لازم يفش غله في حد؟ استحمليه. رحت قلت لاخويا، قلت له يجرى ايه يعني لو سبت اشرف؟ ما ردش عليا وضربني برضه. راح قال لاشرف. اشرف تاني يوم خدني في الميكروباص وقال انا هخرجك. ضربني بالحزام على ظهري. امال هيعمل فيا ايه بعد الجواز؟ انا مش عايزه اتجوز، انا مش عايزه اتجوز. ده هينغنغك ويدلعك. راجل طيب ما يتخيبش عن جوزي كده، وانت من زمان بتحلمي براجل يدلعك وهو جالك. ده حتى ما صدقش نفسه انك لسه بنت بنوت
ولما عرف سبك في الجوازة. روحي انت بس اعملي وشك وحواجبك، والخميس الجاي ان شاء الله نشرب الشربات. انا اللي قاهرني ان قلت ان هو ده اللي هيريحني ويدلعني. اتاريه جاي عشان يكمل اللي ابويا واخويا عملوه فيا.